السلام عليكم واهلا بيكم معايا من جديد. معاكم سالي، ودي تاني حلقه من سلسله قبل ما تترمي. سلسله قبل ما تترمي هدفها ان احنا بنعيد تدوير الكراكيب اللي في البيت. يعني ممكن حاجه تكون مثلا ملهاش قيمه نحولها باعاده تدوير لحاجه مفيده ولها قيمه، ممكن مثلا ننظم بها ركن او نعمل منها ديكور حلو في البيت. تابعيني كده واعملي لايك واشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده اول ما تنزل. وصلي على النبي ويلا بينا نبدا اول فكره معانا النهارده. دي كانت علبة حمام كريم، يعني وانا بروق في الحمام كده لقيتها مع الحاجات اللي هي خلصت، فكنت هرميها بس قلت ليه ما استخدمهاش في حاجة. يعني لقيت ان حجمها مناسب، المهم جبتها كده وبدأت ان انا اغلف الجزء الفوقاني منها بالقماشة دي. القماشة دي قماشة قطن كانت عندي كده، فحبيت ان انا استخدمها في تغليف العلب. هثبتها كويس بمسدس الشمع عشان ما تفكش بعد كده، وهجيب قطعة من الخيش وهبدأ ألف كده على الجزء اللي باقي من العلب. الخيش بقى بنستخدمه في أي حاجة، بيدي لأي حاجة شكل حلو أوي، وبالذات لما بتدخليه مع حاجة تانية، يعني لو قماشة مختلفة لون مختلف بيدي كده تناسق وشكل حلو. خلصت كده تغليف واثبت كويس بمسدس الشمع. عايزه اقول لكم ان السلسله دي عاملاها مخصوص اللي متابعني يعني على القناه، للي بيحبوا اعاده التدوير وبيحبوا فن اعاده التدوير. تمام. خلصت كده وجبت القطعه ديت. هي العلبه من تحت عامله زي ما تكون بيضاويه كده، فاهميني؟ مش مدوره، يعني هي مدوره من فوق ومن تحت بيضاويه، فانا الحته ديت عملتها بيضاويه برضو عشان اعرف لما ادخلها جوه تثبت كويس على قد المكان المحدد بتاعها. تمام. جبت قطعة من الكرتون وغلفتها بنفس القماش بتاع اللي انا غلفت به العلبة. هجيب بقى شريط كده من الدانتيل واثبته كده على الفاصل اللي ما بين القماشة والخيش، عشان برضو الشغل في النهاية يبقى شكله نضيف كده وحلو، وكمان بتديها يعني شكل جمالي اكتر وتناسق كده في الشكل بتاعها. تمام. هجيب بقى قطعة من الخيش واغلف الارضية بتاعة العلبة من تحت. هثبت كده كويس وهشيل اي زوايد من الخيط اللي هو بيبقى حوالين العلبة كده، عشان يبقى الشكل كده منسق ونضيف. تمام كده، هي كده خلاص. وهزينها بس كده بفيونكة صغيرة من الخيش، برضو عاملاها بخيط الخيش وفص كده من اللولي. وبس كده خلاص انا عملتها كده. هنظم فيها المعالق الخشب بتاعة المطبخ حلوة جدا، وكمان زينت الركن اللي هو بتاع المطبخ اللي بيبقى جنب البوتاجاز. قولوا لي بقى لو الفكرة عجبتكم، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وحطوا لايك للفيديو لو لسه ما حطيتيش لايك لحد الوقت ده. ندخل بقى على الفكرة التانية. دي الازاز ديت اللي هي بتاعت زيت الزيتون. كان عندي منهم كمية وكنت الصراحة ما برضاش ارميهم، يعني بقول يمكن اطلع منهم بافكار معينة وكده، وبالذات ان انا بحب اعادة التدوير عامة. فجيت كده جبت الازازتين دولت، وجبت قطعة من الستيكر اللي هو الرخامي الاسود ده، وبدأت ان انا كده الزق الجزء قصيت يعني جزء على قد نص منتصف الازازه بالظبط زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، وثبتها كويس ولزقتها. التزيين ده بقى على حسب ما تحبي، عايزه تعملي ستيكر اي لون متوفر عندك اعملي. انا عملت اللون اللي هيليق عندي على المطبخ وعلى الرخامه وكده والديكور بتاعي عامه. يعني هلف كده خيط من الخيش حوالين الجزء اللي تحت كده، احدد يعني بحدد الاطراف بتاعه الستيكر من تحت ومن فوق. تمام. طبعا بتلفي بعد كل كام لفه كده بتثبتي بالمسدس الشمع عشان الخيط يبقى ثابت معاكي وما يفكش يعني على طول، تعيش معاكي كده وتبقى كويسه. انا الفكره دي عاملاها برضو من فتره في برطمان بتاعه الاعشاب اللي انا عاملاها، يعني كنت عاملاها للنعناع وللقرنفل والحاجات دي. كنت عامله طقم كده للمشروبات، وكنت عاملاه بنفس الفكره ديت، ولحد النهارده ما شاء الله يعني ثابتين زي ما هما وكويسين ومجرالهمش اي حاجه. انا غلفت الاجزاء دي زي ما قلت لكم كده، وكمان غلفت الغطا بتاع الازازه بالشكل ده كده. بجيب الحبل بتاع الخيش وبلف كده على ايدي، بعمل زي دايره كده. تمام. عشان تضمني ان التغليف يبقى مظبوط ويطلع معاكي شكله حلو. بس واثبت بقى كده بمسدس الشمع والف وخلاص كده. فكرتها سهلة جدا، وعملت كده طقم اهوت للزيت وللخل، سهل جدا وبسيط وما كلفنيش حاجة. يعني انا عاملة قطعة ستيكر صغيرة، والخيط برضو مش كتير اللي انا حطاه على الازايز. وحتى لو عايزة تستخدمهم للزيت والخل
من غير تزيين مفيش مشكلة. بس انا برضو عايزين ان ايه الحاجة لما بتبقى عاملاها بايدك كده وبتزينها كده وبتديلها برضو لمسة كده من روحك، ومن بتفرحي بيها برضو، وبتحسي كده ان انت عملت حاجة حلوة في بيتك. وكمان يعني الواحد يبقى لازم يبقى عنده هواية برضو يطلع فيها برضو طاقته. تحسي انت بتعملي حاجة كده بايدك بتدي جو كده حلو للبيت، وبتغير في نفسية الواحدة. يعني لما بتعملي حاجة كده وتطلع حلوة بتخلي نفسيتك احسن. كتبت عليهم كده خل وزيت بايدي بخط ايدي عادي خالص، وجبت ستيكر من اللي هو بتاع الخشبي ده، وعملت الايه دايرتين كده وكتبت عليهم. يعني مفيش اسهل من كده. تمام. حطيت فيهم الزيت والخل. وانتوا عارفين زي ما انا قايله لكم دايما ان انا بحب الافكار السهله، يعني مش بحب الحاجه المعقده بقى والافكار اللي فيها صعوبه، فاهميني؟ خلاص كده حطيت فيهم الزيت والخل، وشكلهم عجبني قوي، وكمان شكلهم نضيف كده على الرخامه، ومدين ديكور حلو يعني. لو هتشتريهم هيكونوا غاليين طبعا، لان الحاجات ديت دلوقتي كل حاجه سعرها زاد يعني. خلاص، ده شكلهم النهائي. اتمنى الفكره دي تكون عجبتكم، ويكون تزيينها بسيط كده، وتكون سهله كده ايه، ومتاخدش منكم وقت خالص وانتوا بتنفذوها. تالت فكره معايا النهارده بقى الكرسي ده يعني كنت هرميه، وكنت اشيله من هنا واحطه هنا، مانيش عارفه اعمل فيه ايه. كنت لما نقلت من شقتي الجديده ديت، فبنتي الصغيره ما كانتش بالطول الحوض بتاع غسيل الوش اللي في الحمام، فانا كنت جايباه معايا، قلت ايه عشان هي تقف عليه كده والطول يعني. فهي دلوقتي ما عادش محتاجاه، وعامل لي كركبه، فقلت بدل ما ارميه جات لي بقى الفكره دي ان انا اعمله، اغلفه كده بالستيكر اللي هو الخشبي، واستخدمه في المطبخ. هستخدمه كده ستاند ان انا انظم عليه الحاجات بتاعه المطبخ اللي بتبقى جنب البوتاجاز، يعني الزيت والخل، الملح، الحاجات اللي هي بتبقى محتاجاها جنب ايدك يعني، فاهميني؟ وممكن كمان تعمليه للكوفي كورنر برضو، تحط عليه الحاجات بتاعه الشاي والقهوه والنسكافيه، وتنظمي عليه حاجتك يعني. تمام. فهو الفكره دي جات لي، هو كبير شويه عن اللي بيتباع، يعني هو دلوقتي طالع ترند زيه بالظبط كده بس صغير شويه، يعني هو طالع اليومين دولت انا شايفاه، فاهميني؟ فانا جات لي الفكره، قلت طب ما انا ليه ما نستخدمهوش برضو، ويبقى حلو في الاستخدام كده، وينظم لي برضو الرخامه بتاعه المطبخ. ده شكله النهائي اهوت. هو كان فيه تمويجه كده، بس انا ما حبيتش بقى ان انا ايه اقص واعملها وكده، قلت الستيكر ده خامته مش احسن حاجه، فخفت ان هو يبوظ مني، فانا استكفيت ان انا عملته بالطريقه دي بس كده وخلاص. ونظمت عليه الحاجات زي ما انا قلت لكم اهوت، الحاجات اللي انا عملت لها اعاده تدوير النهارده، وده الابريق اللي انا استخدمته في الحلقه اللي فاتت. وهنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى تكون عجبتكم، وتكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه اكتر فكره عجبتكم النهارده، ويا ريت لو حد نفذ اي فكره يبعت لي الصور بتاعتها عشان تفرحوني كده بيها. استنوني الاسبوع الجاي في حلقه جديده من قبل ما تترمي. حبكم في الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.